السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على صل على محمد يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. شوفوا بقى النهارده الجو بص عامل ازاي، سبحان الله العلي العظيم. اقسم بالله الجو كان بينزل تلج، حتت تلج كده. سبحان الله العلي العظيم يا رب. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. قولوا يا ولاد اللهم صيبا نافعا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب بحق حبيبك محمد والأيام المفترجة، وبحق كل نقطة مطر بتنزل تفك كرب كل مكروب وتشفي كل مريض وتحقق أحلامنا كلنا يا رب العالمين. اذكروا الله يا حبايب قلبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا الجو ده بقى ما ينفعش من غير ايه؟ من غير محشي. انا ما اصلا والله ما كنتش هعمل محشي، بس انا ايه لما لقيت الجو كده، انا كان عندي بواقي اكل، المكرونه البشاميل اللي كان عندي منها بواقي اكل، وقلت ايه يعني نقضيها بقى اي حاجه ونجيب جنبها اي حاجه كده، نجيب طعميه مش عارف ايه كده. بس بصراحه لما لقيت الجو بيمطر كده قلت مش هينفع معاه محشي بقى. تمام. انا هنا بقى زي ما انتم شايفين بحط بقى الورق العنب طبعا مع شويه ملح صغيرين، لان ورق العنب اصلا بيبقى ميزز. فانا هحط ندعه يعني شويه ملح صغيرين كده. تمام. وطبعا هشطفه شطفه حلوه كده بعد ما اسلقه، عشان برضك بيبقى لامم ترابه كده، ما هو زي الكرنب يعني. فانا هشطفه شطفه كويسه كده. قبل اي حاجه يا حبايب قلبي، قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كده، بحب اشكر كل حد دخل اشترك لي في القناه، وكل اخ وكل اخت، ربنا يا رب يكبر بخاطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض. وبرضك عايزه برضك يعني ايه انبهكم لحاجه، انا يعني احتمال والله العظيم بجد انا زعلانه ان انا بقول كده، بس احتمال القناه بتاعتي تتقفل، لان مش عارفه في مشكله في جوجل، وطبعا جوجل مرتبط باليوتيوب، وانا مش عارفه احل المشكله دي خالص. بقالي دلوقتي 15 يوم اجيب بصراحه فيديوهات على النت على اليوتيوب واشوف هي مثلا بتتحل ازاي، مش عارفه خالص ان انا احلها. ف يعني انا ان شاء الله باذن الله برضك احتمال يعني اعمل قناه تانية. يا ريت ان شاء الله باذن الله لما اعمل القناه التانية دي كل اللي معايا هنا في القناه دي يخش ويشترك لي في القناه. لان بصراحه يعني انا بصراحه يعني القناة بتاعتي ديت انا حققت فيها حاجات بسيطة بس يعني حققتها بتعب والله. فبرجو منكم كلكم بالله عليكم يا حبايب قلبي، لو فتحت قناة تانية تشتركولي تشتركولي فيها. ماشي حبايب قلبي، والله العظيم انا عارفة ان انتوا دعمكم ليا والله هو اللي يعني بيفرحني بجد. ربنا يا رب يكبر بخاطركم جميعا يا رب. ولو اي حد عنده حل للمشكلة دي، ان انا اعرف ازاي ان انا يعني احل المشكله بتاعه جوجل دي، يا ريت يكتب لي، لان بصراحه فاضل يومين 2 بس، وعمال كل شويه يبعت لي فاضل يومين فاضل 3 من ساعه ما ما هو يعني بيبعت لي الاشعار ده بقاله دلوقتي اكتر من 10 ايام، ومش عارفه بجد ان انا احلها. فربنا يسترها. وعارفه والله ان انا لو فتحت قناه تانية ان شاء الله باذن الله كل اللي معايا في القناه ده هيخش ويشترك باذن الله. هنا بقى طبعا بقطع الورق اهو زي ما انتوا شايفين، بفرد الورقة وبشيل منها حتة العصاية اللي هي انتوا شايفينها دي. ماشي. وطبعا انتوا عارفين لما بنيجي نحشي الورق العنب بنخلي اليمة الخشنة جوه والناعمة بره، زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى حطيت ملح وحطيت توابل وحطيت بابريكا وحطيت شوية شطة كده. طبعا مش بنحرق الاكل اوي طبعا، عشان صيام بقى وكده، مش هينفع يعني ان احنا نحرق الاكل اوي. هنا بقى حطيت حتة تومة كده زي ما انتوا شايفين. اذكروا الله يا حبايب قلبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا والله ما كنت عارفة انا رحت اجيب كنت بغسل الرز بقى عشان احطه بقى. عشاق بقى الورق العنب كده يخش كده يكتب لي تعليق حلو كده، اللي بيحب ورق العنب يخش يكتب لي تعليق حلو كده. الكيلو عندنا هنا في المنوفية
ب100 جنيه. صلي على محمد. صلي وسلم على سيدنا محمد. جبت نص كيلو بصراحة، وعملته بقى ايه جنب شوية المكرونة البشاميل اللي كانوا موجودين، وشوية سلطة كده، وايه ولمينا الاكل يعني اللي في التلاجة. يعني انتوا حاولوا على قد ما تقدروا، لو مش بتحبوا الاكل يكون بايت ايه يعني ما تكتروش في الاكل، عشان حرام اي اكل يترمي يعني. لو عندك طيور او اي حاجة برضك ماشي، انما ما عندكش طيور حرام ان انت ايه ترمي اي حاجة. شوفي اي حد عنده طيور وادوهمله. هنا بقى انا ايه كنت خلصت بقى كده. هنا بقى بقطع بقى ايه بصلاية حلوة كده تحت، وبقطع طماطمتين بيدوا طعم جميل قوي في الورق العنب بصراحة. قرن شطة بقى كده بيعمل ريحة برضك جميلة فيها قوي. هنا بقى انا كان عندي ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كان عندي شوية ورق كرنب في التلاجة، قلت بدل ما يبوظوا ايه اعمله. يعني حطيتهم كده تحت. وانا برضك ساعات يعني لما بيبقى مثلا هعمل محشي كرنب ومحشي ورق عنب، بعمل رصة ورق عنب ورصة ايه يعني بعملهم كلهم في حلة واحدة. هنا برضك كان عندي شوية برضك رز برضك من محشي الكرنب اللي انا كنت عاملاه معاكم، برضك مش هرميهم، حلوين يعني، هما كانوا في التلاجة. هبدأ بيهم الأول ايه المحشي. جربي كده لما تبقي مثلا هتعملي ورق عنب على وكرنب، اعملي رصة كده ورصة كده، بيبقى طعمه جميل اوي والله العظيم. انا هرص برضك الرصة الاولانية دي معاكم ورصة ورق عنب كمان عشان الفيديو مبقاش طويل قوي، وايه وهرجع لكم برضك تاني وانا ايه وانا بزيد بقى. يعني انا بعمل رصة ورق كرنب ورصة ورق عنب، بيبقى والله العظيم بتبقى طعمها جميل كده. والورق العنب طبعا المزازة بتاعته بتبقى مخلية المحشي جميل قوي. عندي هنا عيالي اصلا بيحبوا كمان الورق العنب بالليمون. يعني يجيبوا الورق العنب كده، لو مثلا لو انا عامله الغرفه في طبق بيعصروا عليه ليمون، مع انه هو اصلا بيبقى ميزز كمان، بس هما بيحبوا يحطوا عليه ليمون بيبقى طعمه اصلا جميل. انا عمري ما كنت عملته كده يعني، بس انا لما هما عملوه ودوقوني منه بصراحه جميل جدا، وبيبقى طعمه جميل كده، مع انه بيبقى ميزز بس مش عارفه بيحط عليه ليمون برضك ليه. اذكروا الله يا حبايب قلبي، وادعولي كده بالله عليكم ان انا القناه بتاعتي دي ما تضيعش مني، لان بجد والله نفسيتي بجد تعبانه، وبحاول بكل الطرق والله العظيم ان انا يعني احافظ عليها وكده. ان انا بصراحه جمعت يعني بصراحه المشتركين اللي معايا دول ربنا يبارك لي فيهم يا رب. بصراحه يعني على ما صدقت ان انا وصلت للرقم دوت. فانتوا عارفين بقى ان ايه الواحد بيتعب والله العظيم. فانا عشان ان انا اعمل قناه تانية مش عارفة، حاسة ان هي هتبقى صعبة والله العظيم. بس دعواتكم ليا ان شاء الله بإذن الله، ودعمكم معايا هيفرق بجد، وممكن اكبر اكتر من كده كمان. ربنا يا رب يكبر بخاطركم جبرا يتعجب لأهل السماوات والأرض. هنا بقى بصي بقى انا كده ايه هعمل ورق العنب بقى. شوفوا انا بعملها ازاي ماشي. والورقة بتبقى صغيرة وجميلة. بفرد طبعا ورقة العنب، بخلي الخشنة جوه والناعمة ايه بره، تمام. وبجيب الجنبين بقى كده ايه الجنب ده على الجنب دوت، واقوم لفه الصابع بقى. حاولي على قد ما تقدري تخليه ايه رفيع، لما بيبقى رفيع كده بيبقى حلو. ماشي. هعمل بردك الرصه دي معاكم بردك كده وايه وهرجع لكم بقى وانا ايه وانا بزيد المحشي. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، واذكروا الله على بذكر الله تطمئن القلوب. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة كده من قلبكم. ورمضان كريم يا رب علينا وعليكم جميعا. وانت عارفين انا قعدت اقسم بالله في حلة المحشي الورق العنب دي اكتر من ساعة الا ربع، وبيبقى طعمه حلو في الاكل بس بيغلب في العمايل. في ناس بتريح دماغها بقى ايه وفي مكنة كده بيجيبوها الورق العنب بس ايه
لما كنتش تعملي حاجة بايدك اصلا بتحسي ان هي مش مظبوطة كده. صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا بقى كده خلصت انا شوية الرز دولت اللي كانوا في التلاجة الاول، وبعد كده جبت بقى الطبق اللي انا عاملة فيه، بدأت اعمل منه تاني. وسبحان الله والله لما باجي احشي كرنب او ورق عنب مش بحب، مع انه بيغلب، بس مش بحب حد يحشي معايا، يعني بحب اعمله انا كده بنفسي. انما لو بتنجان وفلفل وكوسة اخليهم يعملوا معايا عادي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ونعاد علينا الايام وعليكم بخير يا رب. وربنا يجعل رمضان كده لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله، وربنا يكبر بخاطر الناس كلها. جبر الخواطر على الله يا ولاد، والله اللي يقدر يجبر بخاطر حد في شهر رمضان يجبر ما يستخسرش. وشهر رمضان وفي ايام ربنا كلها والله العظيم جبر الخواطر دوت المفروض الواحد ما يبطلوش، لانها حاجة حلوة والله، واللي عند ربنا ما بيضيعش ابدا. بالعكس والله لو انت انفقتي مثلا بمبلغ ربنا بيردولك باكتر من كده. فحاولوا على قد ما تقدروا، يعني ما اسعوا في الخير يا ولاد والله العظيم. ربنا يا رب يجعلنا من جابرين الخواطر ان شاء الله باذن الله. هنا بقى الورقة الصغيرة دي بصوا بتغلب ورخمة، بس كنت بقى يعني مثلا لو ورقتين صغيرين كده بحطهم على بعض وبعملهم بردك يعني. لان الورق العنب اصلا انت بتجيبيه بتبقى كتير كده، انما لما بتحطيه في المية بتحسي ان هو يعني قل كده معاكي. فعلى قد ما تقدري يعني حاولي تسيسيه كده واحدة واحدة عشان ما ترميش منه حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وكده بقى يعني فاضل كده يعني يجي 4 5 صوابع كده، وادخل بقى ازيده. حبايب قلبي والله بحب اشكر كل حد والله دخل وبيعلق لي تعليق حلو، تعليق بيجبر بخاطري، تعليق بيحفزني ان انا ان شاء الله باذن الله تنيني مكمله. كل اخ وكل اخت ربنا يا رب يجبر بخاطركم جبرا يتعجب له للسماوات والارض. وحبايب قلبي بردك اللي بيخش بردك يعلقولي بردك من العراق ومن سوريا من محافظات كتير، ربنا يا رب يبارك لنا فيكم يا رب. طبعا ورق العنب لما بتيجي بتزيديه بقى بتزوديه شوربة، ما هو زي الكرنب بتزوديه شوربة شوية، وبعد ما بتزوديه شوربة بتهدي عليه كده سنة عشان خاطر يستوي كويس. حبايب قلبي وده كون الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسونوش بدعوة حلوة كده، واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا يشترك ويفعل زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله يوصل لكم مني كل جديد. وما تنسونيش يا ولاد كده بدعوة حلوة كده ان ربنا يسترها كده والقناة تنها شغالة. قولوا يا رب يا ولاد كده، ربنا يا رب ما يزعلش حد ابدا. كده يكون الفيديو بتاعي حبايب قلبي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.